في نظرك ماذا يريد حميد شباط لا، أنا أتساءل. أي حسابات يمكن أن تحرك؟ أنا أتساءل. الجواب الوحيد الذي أتوفر عليه اليوم هو أننا نضيع الوقت. نعم، هو أننا نضيع الوقت، وهذا الوقت ثمين، وليس من حقنا جميعا أن نكون مسؤولين عن تضييعه، لأن هناك شعب ينتظر نتائج ما قام به من احتجاج وما قام به أيضا من مشاركة. علينا أن لا ننسى هذا التاريخ، علينا أن لا ننسى بأنه قبل 20 فبراير كان المسار السياسي المغربي يتجه نحو المزيد من التراجعات على كافة المستويات، في مجال حقوق الإنسان، في المجال السياسي، لفائدة التحكم ولفائدة الهيمنة ولفائدة صناعة حزب سياسي كان سوف يعيد إنتاج التجربة التونسية في المغرب. إذن وقع أن المغاربة استجابوا للعرض السياسي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، واستجابوا أيضا للمطالب المعقلنة التي تقدم بها مناضلو حزب العدالة والتنمية الذين شاركوا في الاحتجاجات والذين لم يشاركوا في الاحتجاجات. وهنا أريد أن أقول بأنه داخل حزب العدالة والتنمية هناك تيار عريض نزل إلى الشارع لمساندة المطالب الإصلاحية لحركة 20 فبراير طبعا، وقد ساهم أيضا في عقلنتها بشكل أساسي عن طريق المطالبة بدستور في إطار الملكية البرلمانية، وتحقق ذلك بمقدار معتبر. ونحن نزلنا ندافع عن الدستور وندافع عن التصويت عليه بطريقة إيجابية، وكان لنا دور في إقناع عدد كبير من المغاربة بهذا التصويت. إذن هذه الوثيقة ينبغي أن تكون وثيقة دستورية وقانونية، لكن مرفوقة بثقافة سياسية جديدة. لا ينبغي أن نعيد إنتاج خطاب سياسي ينتمي إلى الزمن السابق، ولا ينبغي أن يصبح اللغة المتداولة بين الزعماء السياسيين هي لغة كما قلت لا تليق بذكاء المواطن وبقدرته على التمييز. وبالتالي بالفعل نحن نطرح الكثير من التساؤلات عن الخطاب السياسي المعتمد من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال، والذي كما قلت لا علاقة له لا بحزب الاستقلال ولا بفكره السياسي ولا بتاريخه ولا بأدائه السياسي عبر التاريخ الذي نقدره كثيرا ونحترمه كثيرا، ونشعر وإياه بأننا ننتمي إلى نفس المرجعية. وبالتالي فعلا هناك كثير من علامات الاستفهام والتساؤل حول ماذا يريد هذا الشخص.